دمشق حسين مرتضى يحدثنا عن زيارة بروجردي ولقائه بالأسد، وسيلتقي الشرع بعد حين. حسين تفضل. فاطمة، التقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع قبل قليل رئيس لجنة العلاقات أو رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي. التقى نائب الرئيس بعد أن أنهى لقاءه مع الرئيس الأسد. بالطبع اليوم كان هناك عدة لقاءات سأتحدث عنها تباعا. كان بداية اللقاء مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم، ومن ثم كان هناك لقاء مع الرئيس الأسد حيث تم التأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى طرح الأزمة والحرب التي تشن على سوريا وموقف إيران من هذه الأزمة، بالإضافة إلى المبادرة التي تطرحها إيران. وكما نتابع الآن هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل للقاء علاء الدين بروجردي مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. وهنا كذلك لابد أن نتحدث عن هذه النقطة، أهمية هذا اللقاء، أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد الإيراني في هذه المرحلة بالذات في ظل الحديث. قامت كتيبة هارون الرشيد بأسر المصور في قناة الإخبارية السورية بدمشق بتاريخ 3/8/2012. نعم، أنا المصور طلال محمد غسان المبكلي، أعمل في قناة السورية الفضاء الإخبارية. هويتي طلال محمد غسان، الأم فادية. كنا نقتحم كنت أقتحم المنازل مع الجنود مع الجيش السوري، وكانوا يقومون بتجميع الأدوية وكانوا يقتلون الناس ويجمعون. كان هو من استلم ملف المصالحة الوطنية، ملف الحوار الوطني، وكما تعرفين أنه تم عقد لقاء تشاوري للحوار الوطني خلال الأشهر الماضية برئاسة فاروق الشرع نائب الرئيس السوري، وهو من يتواصل مع العديد من الجهات السياسية في المعارضة السورية وتحديدا في المعارضة الداخلية. هذا اللقاء الآن يأتي في إطار التأكيد على المبادرة الإيرانية الجدية التي ستطرح والتي من خلال هذه الزيارات، من خلال الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به الخارجية الإيرانية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى، الترويج لهذه المبادرة وتهيئة الأجواء الإيجابية لهذه المبادرة، خصوصا أن هذه الزيارة تأتي مع زيارات أخرى يقوم بها بعض المسؤولين الإيرانيين إلى بعض الدول بالتزامن مع